لكل حدا بده يشتري من عقار شقة شو ما كان، من ورثة بس مخلصين انتقال، شو لازم تجيبوا منهم وراء مشان ما توقعوا بعدين بالمشكلة وتقعدوا تلحقوهم لنرجع نأمنهم. أنا دايما بحكيكم الشغلات من تجارب عم بتصير معنا خلال عملنا. أنا على كل الأحوال بس الزبونات يجوا بقول لهم شو لازم يحضروا وراء حسب الكيس. بهيدي الحالة بدكم يكون يضل معكم نسخة عن حسر الإرث صالح للتنفيذ، عرفتوا علي كيف؟ وإخراج أيد عائلي للمتوفي اللي اشتريتوا منه، عرفتوا الأصلي يعني يكون. هاو أهم شيء. ومحضر الانتقال وهذيك القصص كمان، محضر الانتقال كانوا بيعملوا محضر انتقال للعقار لشيء، وكمان بيجيبوا منه كتاب الانتقال كله نسخ أصلية. ليش؟ انتوا بس تشتروا بتعملوا عقد بيع ممسوح، طبيعة الحال من الورثة اجوا مضوا كلهم هن معهم بيحق لهم يبيعوا بموجب كتاب الانتقال اللي اخذوه من العقارية. هن ما نفذوها بالعقارية، اللي اخذوها من المالية عفوا، هن ما نفذوها بالعقارية، يعني ما نقلوا الملكية على اسمه، ضلوا باسم المتوفي. عرفتوا علي كيف؟ هن باعوا دغري. فانتوا هون شو بدكم تعملوا خلال عملية التسجيل؟ في عمليتين، بدكم تنفذوا الانتقال وبدكم تنفذوا التسجيل باسمكم. لذلك هول قلت لكم عنهم: كتاب الانتقال، محضر الانتقال، اخراج ايد عائله للمتوفي، حصر ارث، نسخه صالحه للتنفيذ تكون ما في، مش صور اكيد، كله بده يكون الوراق اصليه. هاو لازم تجيبوهم منهم. اوكي، ان شاء الله تكون وصلت.